يحب أن يستمعوا إليه وهو يغني سواح مثلا. ولكن لما يغني جئت من أين، جئت لا أعلم من أين. أيوة. مثلا يسمعها ولكن لا يردد. فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في موجود موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين. لكن هذا كما نروش احنا خروج عن يعني الفنان. نعم. يكون له لون خاص. ليه الفنان اللي بيغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه؟ ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس، او اغاني شعبيه بس، او اغاني عاطفيه بس، او اغاني راقصه بس؟ الويل يا يمه. ايوه المقطع الثاني. دق الهوى على الباب من يمة الأحباب، قال الحليوة جاي، أتاري الهوى كداب، خبط عليا وغاب وراح مرد علي، لا جاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب، ملوش أمان يا خي. الويل يا يمه. الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد. أحيانا على معناها. أحيانا الويل. الويل معناها بالعربي. معناها بالعربي الأصيل. طيب ساعات بقى ما يقولوهاش الويل، ساعات يقولوها الوي من غير الوي لام. من غير لام. أيوة. فإحنا بنقول لغنوة الوي يا يمه. فيعني صعيدية إذن هي الكلمة الكلمة صعيدية. والألحان لشكون؟ اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب. أيوة ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس. أحلف يمين الله ما عمري قلت الآن ولا أزيت الويل، عيونك الحلوة رمتني عالشكوى، شكت لأهل الحي. أحلف يمين الله ما عمري قلت ولا أزيت الويل، عيونك الحلوة رمتني عالشكوى، شكت لأهل الحي. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من